بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكر القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن يريد يجهر به. حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. باب نزول السكينة لقراءة القرآن. حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس، فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها.
قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.